كم مرة طلعت في دماغك فكرة وخفت انك تقولها لحد وماتت الفكرة عشان بس قلت لنفسك دي فكرة سهلة وبسيطة وممكن الناس تضحك عليا كتير، مش كده؟ طب تعرف بقى ان جزء كبير من نجاح خطة حرب اكتوبر كان سببها فكرة بسيطة قدمها شاب مهندس برتبة مقدم في القوات المسلحة اسمه باقي زكي يوسف. في سنة 1954 تخرج باقي زكي يوسف في كلية الهندسة جامعة عين شمس وتقدم للعمل بالقوات المسلحة المصرية وعين في سلاح المهندسين العسكريين، ولما بدأ تنفيذ مشروع السد العالي انتدب للعمل فيه. لكن بعد نكسة 67 رجع باقي للقوات المسلحة كرئيس لفرع المركبات برتبة مقدم في الفرقة 19 مشاة الميكانيكية واللي بتتمركز غرب قناة السويس. وفي يوم من أيام يوليو 69 اتكلفت الفرقة بتقديم خطة لعبور قناة السويس وفتح ممرات في الساتر الترابي لخط بارليف. جمع قائد الفرقة اللواء سعد زغلول عبد الكريم كل قادة الأفرع عشان يسمع منهم، فمنهم اللي اقترح استخدام المدفعية ومنهم اللي فضل المتفجرات أو الصواريخ. لكن كل الاقتراحات دي كان زمن فتح الثغرة فيها كبير بين 12 ل 15 ساعة، وكانت الخسائر البشرية المتوقعة ما تقلش عن 20% من القوات. وهنا افتكر المقدم باقي زكي يوسف شغله في السد العالي وما كدبش خبر وقام رافع ايده: ايوه يا فندم انا عندي اقتراح. فطلب منه قائد الفرقه انه يستنى دوره، لكن باقي قال له: يا فندم اللي هقوله هام وعاجل. راح القائد قال له: خلاص اتفضل. قال لهم: سبحان الله، ربنا اللي سمح بوجود المشكله حط لنا حلها تحت رجلينا. انتوا بتقولوا رمله، وفي الحاله دي الميه هتكون اقوى من المفرقعات والالغام والصواريخ واوفر واسرع. الاقتراح خلى القاعه كلها في حاله صمت، لدرجه ان المقدم باقي افتكر انه خرف، وعشان يفتح المناقشه راح قايل لهم: على فكره احنا شلنا كل الرمله اللي راحت السد العالي بالتجريف. وكانت المفاجأة إن اللواء سعد زغلول كلم نائب رئيس العمليات اللواء أركان حرب جاد التهامي وقال له إن ضابط برتبة مقدم في فرقته عنده فكرة عاوز يعرضها عليه. فسأله: اسمه إيه؟ قال له: فلان. قال له: لا ده أنا عارفه، ده ما بيهزرش، هاتهولي. تاني يوم راح المقدم باقي للواء تهامي اللي بمجرد ما سمع الفكرة راح خابط بإيده على المكتب وقال: هي ما تجيش غير كده. وبمجرد ما عدى الليل كانت الفكرة وصلت لأعلى مستوى في القوات المسلحة، وفي أقل من أسبوع كانت وصلت الفكرة للرئيس جمال عبد الناصر. ومن سبتمبر 1969 لغاية 1972 درس سلاح المهندسين الفكرة وجربوا أنواع كتير من المضخات وعملوا تجارب للفكرة زادت عن 300 تجربة، كانت أولها في حلوان وآخرها في جزيرة البلاح في إسماعيلية. فلما قامت الحرب جنودنا الأبطال قدروا في الساعات الأولى إنهم يفتحوا أكتر من 60 ثغرة في الساتر الترابي لخط بارليف. بعد الحرب بقى الرئيس أنور السادات منح المقدم باقي زكي يوسف نوط الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى. ولما جه المقدم باقي يطلب تسجيل الفكرة باسمه عشان يحفظ حقوقه المعنوية، جاله اتصال من اللواء سعد الزغلول عبد الكريم عشان يقول له: أنا النهاردة بمضي إمضاء من أشرف إمضاءاتي العسكرية. فشكره باقي وقال له: لو حضرتك ما كنتش سمعتها ودعمتها واديتها تقلك ما كانتش اتنفذت. فقال له اللواء سعد زغلول: لا يا ابني ما تقولش كده، ده انت اديتنا الطفاشة اللي فتحنا بيها بوابة مصر. وفي سنة 84 أنهى باقي عمله من الجيش برتبة لواء ومنحه الرئيس مبارك وسام الجمهورية من الطبقة الثانية. وفي يونيو 2018 توفى اللواء باقي زكي يوسف وشيعت جنازته من كنيسة ماري مرقس من مصر الجديدة عشان تكون نهاية حكاية مليانة دروس وعبر من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. حي العالم وخلوا راسه فوق معاه وهو فوق شط القناة.